بصوا بقى يا شباب، النهارده جايه لكم ملخص نار من مسلسل كوري جديد. اتخيلي كده لو حبيبك سابك عشان جسمك مش عاجبه، هتعملي ايه؟ وده بقى اللي حصل مع بطلتنا النهارده، بس ما تقلقوش عليها، هتلاقي العوض على طول. وتعالوا بقى نشوف الحكايه بدات ازاي. بيبدا بقى مسلسلنا بدهيون، والصحفي اللي قدامكم دوت بيقول احنا ما نعرفش هو جاي منين اصلا ولا اتدرب فين. وبنشوفه بقى بعد سنتين، سنه 2025، وهو واقف قدام النادي بتاعه، بس ما فيش حشره حتى بتخش النادي، يعني ما فيش فار حتى دخل بالغلط. بس بقى الموظف اللي شغال معاه واللي بيبقى اسمه أليكس بيقول له ما تقلقش خالص، احنا دلوقتي بنوزع عليهم المنشورات وهم اكيد هيجوا. وفي عز بقى ما هم بيتكلموا بيلاقي ان في واحده بتتخانق مع حبيبها بصوت عالي، وبتقول له هو انت مش عايز تنام معايا ليه؟ ده انا مجهزه لك نفسي النهارده جدا. الواد بيكون في نص هدومه ومش عايز يتكلم اصلا، لكن هي بتكون مصره وعايزه تعرف السبب. بتقول له هو انت مش عايز ليه؟ اوعى تكون متجوز وما قلت لي. الواد اللهطل دوت وبتمشي اصلا وبتسيبه، وهي ماشيه بقى بتفتكر ان عمر ما في حد حبها في حياتها اصلا، وان عشان جسمها من زمان مليان يعني شويه بيخلوها تلعب مع الصبيان. وبنشوفها بعدين وهي في ثانوي برضه، وفي ولد تاني بيستغلها علشان يكسب جايزه. وبعدين بقى بعد ما بتكبر بقى وبتخلص خالص، بنلاقي ان في حد تاني بيستغلها برضه، بس علشان المره دي تعمل له تامين على الحياه. فبنعرف بقى ان محدش يعني حبها اصلا في حياتها. وهي بقى رايحه الشقه بتاعتها، بتلاقي ان الباب بتاعها مفتوح، فبتتصدم بقى اول ما بتخش وبتلاقي ان الشقه كلها متزينه، وبتقول ده هو عمل بس معايا الحركه ديت علشان يفاجئني لما اجي البيت. وبتخش بقى على اوضه النوم، بتلاقي ان في واحد قاعد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فطبعا بتتصدم منه وبتكون عايزه تمسكه وتضربه، لكن هو بياخد بعضه وبيهرب. فهل هتسيبه يعني؟ لا والله، بتطلع تجري وراه وبتمسكه بقى بتدشمله زي ما انتوا شايفين كده. بس في الوقت ده بقى بيجي البوليس اللي بياخدها هي، واللي بيقول لها يا بنتي انت ايه اللي حصل لك بس؟ وبتروح وبتزعق لميران وبتقول لها هو انت بتضربي ليه؟ هو انت بلطجيه؟ فبتقول لها لا والله. بقى بتقول لها ده بيتي يا حبيبتي وانا اجي في الوقت اللي انا عايزاه. وبيقعدوا هما الاثنين يتخانقوا مع بعض لغايه اما الشرطي بيقول لهم لا اما تخرجوا دلوقتي من هنا، لا اما تصيبوا مامتكم. وبيقول لميران ان هي ما تكونش شريره قوي كده، وان هما الاثنين بيحبوا بعض وتسيبيهم يعيشوا عندك في البيت. لكن اختها بقى في الوقت ده بتقول لها ما هي مش عارفه الشعور ده عشان ما حدش حبها قبل كده. وهي عيني بقى الكلمتين دول اتاثروا في ميران، ولقيناها بتجيب اختها من شعرها. المهم بقى بعد ما بيخرجوا من هناك، اختها بتقول لها طرقيني بقى ساعتين كده، مش عايز اشوف وشك في البيت. فميران بقى بتروح سوبر ماركت وبتكون قاعده هناك وبتاكل ومش طايقه اي كابلز قدامها حتى لو كلبين. المهم بقى وهي قاعده عماله تشرب كده ومشغوله في حزنها، بتلاقي ان في تاكسي جاي وعليه منشور مكتوب فيه مفيش نهايه حزينه ابدا. فبتقول امال النهايه بتاعت ايه؟ بلا وكسه بلا وكسه. لكن بقى بتلاقي ان المنشور بيكلمها وبيقول لها بقول لك مفيش نهايه حزينه ابدا. فبنتنا بقى بتضرب نفسها كده شويه وبتقول هو انا شربت كتير ولا ايه؟ لكن المنشور بيكمل لها وبيقول لها انت ممكن تغيري حياتك بايدك. فبنتنا بتقول ازاي؟ فبتقول لها اعملي الصح. فبتقول لها هو ايه الصح اللي اعمله؟ بتقول لها اعملي الصح. طب اعمل ايه طيب قولي لي؟ بتقول لها مش فاكره اللي في شنطتك ولا ايه؟ طلعي اللي في شنطتك وانت هتعرفي. فبنتنا فعلا بتطلع بقى اللي في شنطتها وبتلاقي المنشور بتاع النادي، وبتقول فعلا هو ده اللي انا هعمله. وبتروح بس بتكون بقى فاكره ان هي رايحه مالها ليلي اصلا، وبتروح بقى هناك وبتفضل ترقص بطريقه مجنونه كده، وكل اللي هناك في النادي عاملين يبصوا لها اصلا. وفي الاخر بقى بيوقفوها بيقولها يا حبيبتي هو انت كده معانا هنا؟ بنتنا بقى لما بتشوف اللي هي فيه ده بتنحرج جدا وبتطلع تجري، بتلاقي اللي هي راحت قسم الولاد. وبيجي لها اليكس بيقول لها ايه ده؟ هو انت جيتي؟ انا افتكرتك مش هتيجي اصلا. فبتيجي عشان تهرب منه وبتخبط في كتاف ابننا فبتقع، لكن بقى ابننا الحبيب بيمسكها وبيفضلوا هما الاثنين سارحين في بعض شويه. لكن هو بقى بيفصل من الكلام ده كله وبيقول لها ايه ده هو انت طولك 167 ووزنك 62 ولا ايه؟ فبتتصدم بقى هو انت عرفت الكلام ده ازاي؟ فبيقول لها لو عايزه تعرفي تعالي وانا هديك استشاره دلوقتي حالا. وفعلا هما الاثنين بيروحوا وبيقول لها انت عندك بقى مشاكل في النوم صح؟ تعرفي ان في ولد اتولد نفسه يعني. فبتعرف ان هو مجنون رسمي، لكن هو بقى بيقول لها انت عايزه تغيري حياتك في ايه؟ شغل، حب، قولي اللي انت عايزه تغيريه وانا هغير لك حياتك تماما. يا بنتنا بقى بتتبسط جدا من الكلام اللي هو بيقوله لها ده، وبتقول له طيب ماشي هتغيري لي حياتي في 3 شهور يعني؟ فهو بيقول لها 3 شهور وهتلاقي حياتك تمام التمام. فبتتبسط تاني وتسمع السعر، بتقول له ان شاء الله هبقى افكر واجيلك. لكن بقى وقبل ما تمشي بيوقفها وبيقول لها هو ده جسم اصلا حد يعيش فيه يا بنتي؟ فبنتنا بقى كرامتها بتنقح عليها وبتقول له يعني انا سايبه لك نفسي في النادي بتاعك اللي قرب يقع ده، وفي الاخر جاي تقول لي جسمي وحش؟ وبتسمعه كلمتين وبتمشي وبتسيبه. بس بقى شريكته في الوقت دوت بتيجي واللي اسمها روزا، وبتقول له يا ابني دي العامله الجديده بتاعتنا مشيتها من اول يوم. لكن هو بيقول لها انا قلت لها الحقيقه لو فضلت كده الدهون بتاعتها هتزيد وهيجي لها الضغط والسكر. بس روزا بتقول له امال ايه بقى حكايه ال5 مليون ده؟ فبيقول لها انا بال5 مليون دولت يا حبيبتي هغير لها نومها اكلها شربها من الحمام. واللي بيقول لهم احنا كنا دلوقتي بناخد حمام بس الميه السخنه بقى اتقطعت. واليكس كده بيقول في ودانه احنا ما دفعناش الوصل بتاع الغاز. لكن ابننا
ولا الهوا، وبيقول للتلات قرشانات اللي قدامنا دول تخش استحمى بميه ساقعه علشان الميه ايه ميه ساقعه ايه اللي احنا نستحمى فيها، وكريس مين ده. لكن روزا بقى بتيجي وبتتفادى الموضوع خالص وبتقول لهم ده انتوا بقيتوا امارات اهو، بشرتكم اتشدت من الميه الساقعه. فهم بقى بياخدوا المقلب في نفسهم وبيفرحوا جدا وبيروحوا يكملوا. والتلات يقولوا ان المدير بتاع المكان هنا هو اللي خده من دار الايتام زمان وكمان علمه كل حاجه، ولسه بيجيبوا سيرته برضك في الوحش وبيقولوا ان هو لغايه دلوقتي مش عارف يحافظ على المكان، وان هو بس فاكر ان هو عشان نجح في الولايات المتحده جاي يقرفنا هنا. وواحده منهم بتقول ده قطع الميه مخصوص عشان يطردنا من هنا، بس ابدا احنا مش هنمشي من هنا. بنشوفه بقى بعديها وهو قاعد وعمال يتدرب ويفتكر المدير بتاعه زمان وهو كان بيدربه، لكن فجاه كده بيخش له 3 بقى بلطجيه من نادي ليلي وبيكونوا رايحين عشان يعلموا عليه، وبيقول له ايه يا بطل بقى فاكر نفسك انك جامد بقى، وبيقول لهم يعني انتوا جايين دلوقتي ليه؟ فواحد بقى منهم بيتعصب كده وبيكون عايز يضربه، والصراحه بقى مش عايزه اقول لكم هو عمل فيهم ايه، بيلاعبهم كمال اجسام ايه على خفيف، ومن غير ما بيضرب واحد فيهم هم ال3 بيكونوا متكسحين، وبعدين بقى بيقرفصهم هم ال3 كده وبيلاعبهم رياضه لغايه ما بيقولوا والنبي سامحنا احنا غلطانين والله. بنشوف بقى وفي الوقت ده بقى بتخش عليها اختها اللي بتقول لها يا بنتي الجبنه كلها بقت على الكيكه، بس ميران بقى بتقول لها مش مشكله هاكلها برضه، بس اختها لما بتلاقي اللي هي متضايقه كده بتقول لها طب انا قعدت اهو قولي لي في ايه، لكن ميران بتقول لها طب هقول لك بصي صاحبتي بقى اتخانقت مع حبيبها وهي بتتخانق معايا قال لها احنا هننهي كل حاجه، هم قصدهم بقى هنا هينهوا الخناقه يعني ولا العلاقه. فاختها بتقول لها ايه هو جون اتخانق معاكي؟ فبتقول لها لا مش جون انا بتكلم على صاحبتي، فبتقول لها ماشي بص هو كده قصده ان هم هينهوا العلاقه، بس بنتنا برده ما بتكونش مصدقه وبتقول لها طب فين الدليل مثلا، فبتقول لها مثلا لو احنا بنتخانق مع بعض هيقول لها بكلمك بعدين او اي حاجه تانية، لكن هو قال لك ان انتوا هتفضوها سيره يعني انتوا كده هتنهوا العلاقه. فبنتنا بقى بتروح الشغل وبتخش المكتب اللي بيكون هو شغال معاها اصلا فيه، لكن هو لما بيشوفها بيبتسم لها ابتسامه خفيفه كده ولا الهوا. وفي نص بقى كلام الموظفين بتاع الشركه هو بيطلع كده وبيقول لهم يا جماعه النهارده انا عازمكم كلكم على حسابي، فواحده لطيفه كده بتقول له ليه، فهو بيقول لها اللي هو هيسافر امريكا كده لفتره وهيرجع تاني، وبنتنا بتتصدم جدا فكلهم بيبصوا لها وبيقولوا لها ايه ده وانت ما كنتش عارفه ان حبيبك هيسافر؟ بتقول لهم والله يا جماعه انا ما كنتش عارفه، وبعد كده بتقول له ممكن اكلمك دقيقه على انفرادي يا صلاح. فعلا هما الاثنين بقى بيروحوا وبيقعدوا في جنينه كده وبتقول له انت فاكر المكان ده كنا بنيجي اول ما ارتبطنا فيه؟ فهو بيقول لها والله يا بنتي فاكره، فبتقول له طب احنا دلوقتي احنا متخانقين ولا انفصلنا ولا ايه؟ لكن جون الواطي بيمسك ايديها وبيقول لها انا بحبك على فكره وانت انسانه مراعيه جدا بس ما ننفعش لبعض، ان شاء الله يا روحي هتلاقي حد احسن مني، وبيجي عشان يمشي لكن هي بقى بيكون في سؤال في دماغها وعايزه تعرفه دلوقتي حالا. ايوه هو السؤال اللي جه في دماغه ده واللي هو سالته له في اول المسلسل لما كانوا مع بعض في الشارع، فهو بيقول لها الصراحه ما قدرتش اعمل كده معاكي لان انت جسمك مش عاجبني اصلا، وبيقول لها الكلمتين دولت بقى وبيمشي وهي بتقول ياه يعني بعد كل اللي انا عملته ده في الاخر يسيبني عشان كده. وفي الوقت ده بنلاقي دهيون وهو هناك في النادي وصاحب المكان بيجي علشان ياخد الايجار، فدهيون بيقول له طب استحملنا شويه، فهو بيقول له انا مستحملك بقالي 3 شهور يا ابني، بس دهيون بقى بيكون عايز يقلع له ويوري له عضله الباي والتراي يمكن بقى يحن عليه، وبيحكي له بقى قصته بيقول له ده انا كنت كيلو ونص ودلوقتي مش شايف جسمي عامل ازاي، فبيقول له خلاص يا ابني هديك كام شهر تاني. لكن روزا بقى بتجيب اخرها وبتقول له بقول لك ايه انا هستقيل، فبيقول لها تستقيلي ليه بس يا بنتي؟ فبتقول له المكان بينهار انت مش شايف ولا ايه؟ فبيقول لها مش بينهار انا بعيد بناءه من الاول، لكن هي بتقول له والله يا ابني انا مش واثقه فيك ربع جنيه ان انت تقدر تعمل اي حاجه في المكان هنا. فبيجي بقى عشان يقلع لها كده ويوريها الباي والتراي يمكن الوقت اللي هما الاثنين بيتخانقوا مع بعض فيه، بتيجي بقى بنتنا اللي بتقول انا عايزه اسجل معاكم هنا في البرنامج وهو ال5 مليون موجودين، وبييجوا بقى علشان يوقعوا على عقود، وهي بتقول له انت متاكد ان انت هتقدر تغير لي حياتي؟ فهو بيقول لها طبعا من دلوقتي لو عايزه، فبتقول له لا خليها بعدين، وبتيجي بقى علشان تمشي لكن طبعا بتتزحلق وبتقع عليه، وهو بيقول لها ايه ده انت وزنك زايد ولا ايه؟ وبنشوف بقى ان هو كان واقف لما حبيبها كان بيقول لها ان المشكله في جسمها هي، وبعدين بيقول له ما تبص بقى على جسمك كده وما تلومش بقى. تاني يوم ميران بتروح له وبتكون بقى مستعده على الاخر، هو اول ما بيشوفها بيقول لها يلا نوزن نفسنا بقى، فبتروح علشان توزن نفسها بتلاقي ان وزنها في الشلاحات، فبتبدا تقلع كل حاجه هي لابساها علشان تخف شويه، وبتروح تاني بتلاقي ان لسه وزنها في الشلاحات، فبتقول له بقول لك ايه انا باين عليا عايزه اخش الحمام، وهو بيقول لها اثبتي زي ما انت كده، وبيبص بقى بيلاقي ان البنت ما فيهاش حته سليمه، كل حاجه فيها دهون وعضلاتها اخف من عضله البيبي بجد يعني ما فيش عضلات كمان، فبيقول لها احنا هنتعب قوي مع بعض على فكره، وبيبداوا مع بعض اول تمرين وبيقول لها بص عايز ايدك دي بقى تنزل عند رجلك يلا انزلي، لكن هي ما بتقدرش وبتقع على الارض وبتقول له ارحمني حرام عليك، لكن ابنها مش بيرحم وبيخليها تقرفص، بيقول لها يلا بقى بينا كده ووريني هتعملي ايه، لكن بقى بتيجي عشان تقوم لكن مش بتقدر وبتقع تاني، تقول له يا كافر حرام عليك رجلي خلاص ما بقتش حاسه بيها، وبعد بقى ما بيخلصوا بيقول لها بص بقى انت جسمك ده مش جسم انسان طبيعي، انت زومبي يا بنتي ولا ايه؟ بس يعني لسه في امل، انت عندك حتى عضلات يعني حتى لو عضلات بيبي بس عندك عضلات، لكن التمرين بيكون مخليها مش قادره خالص ولا تمشي ولا تعمل اي حاجه، فبتخش بسرعه عشان تاخد حمام وتروح. والبطل السايكو بيقول عادي ده الالم ده احسن حاجه في البدايه، زي مثلا الحب الاول والقبله الاولى، كل حاجه بيكون فيها حماس من الاول كده، هي اكيد دلوقتي متحمسه والا بقى لما تخش وتستحمى
تستحمى بميه ساقعه كمان. وبنشوف بقى احنا بطلتنا في الوقت ده وهي بتتعذب ومش قادره، وكمان واحده من القرشانات بتيجي وبتضربها. فبنتنا لسه بتلف لها بتقول لها ايه انت مش شايفه ان شعرك عمال يقع ولا ايه؟ لميه بقى. وبنتنا وهي مش قادره على الاخر بتنزل برضه وتفضل تلم في شعرها وهي بتعيط، وبتكون ماشيه بقى ومروحه وشكلها زي الزومبي والناس بتكون خايفه منها. واختها بقى في الوقت ده بتكون بتكلم حبيبها، لكن بتلاقي ان في حد بيحاول يفتح باب الشقه، واللي بتطلع طبعا ميران، بس طبعا ما كانتش قادره تفتح الباب من كتر ما هي تعبانه، وبتقول لها ارجوكي ارجوكي انا تعبانه جدا اغسليني. اختها علشان قلبها قلب خصايه بتمسكها وبتغسل لها شعرها فعلا. تاني يوم بقى ميران بتصحى من النوم بتكون لازم تروح الشغل، لكن مش قادره من كتر ما جسمها بيوجعها، بس بتحاول وهي متكسحه كده وبتطلع فعلا الاتوبيس. وفي الوقت ده بقى ابننا بيكون لسه بيكلم صحابه وبيقول ده انا بحسدها جدا على اللي هي فيه دلوقتي، انا كان نفسي ابقى مكانها. وبنعرف اللي هو سايكو بجد مختل العقليه مش طبيعي ابدا. وروزا بتقول له انت مش فاكر بقى العميل اللي كان عندنا قبل كده انت عملت فيه ايه؟ فابننا بيقول اه طبعا افتكرت، ده انا انقذته قبل كده من المسحوق الابيض الشرير اللي هو السكر يعني. وبنشوف ان الراجل يا عيني كان نفسه في حته دونتس بس يدوقها، لكن ابننا بقى بيجي في الوقت دوت واول ما بيشوفه بيطلع يجري بالدونتس اللي معاه. بس هل ابننا هيسيبه؟ لا والله، بيطلع يجري وراه وبياخد منه الدونتس وبيعصرها. فالراجل بيقول له حرام عليك انا وقفت في الطابور ساعتين عشان ادوقها بس، لكن ابننا بيقول له انت عايز يعني تاكل حلويات؟ طب شيل بقى. بنشوف بقى ميران وهي في الاتوبيس وعماله تبص على كل المنشورات اللي قدامها، والحقنه السريه اللي هتخليكي تخسي من غير ما تحسي، وتعالي اعملي عمليه تجميل عندنا وانت هتكوني فنانه مشهوره والحاجات دي. عينيها طبعا بتلمع بالكلام الحلو ده، بس الاتوبيس بيقف من هنا ودماغها بتتخبط، فبتقول اه انا كده فقت بقى. المهم بقى ميران بتروح المكتب وكلهم بيكونوا حاسين ان هي تعبانه كده، لكن بيكونوا فاكرين ان هي تعبانه عشان متخانقه مع حبيبها يعني. لكن زميلتها ايه بتكلمها وبتقول لها لو انت يعني متخانقه معايا انا ممكن اصالحكم على بعض، بس بنتها بتقول لها لا احنا مش متخانقين احنا انفصلنا عن بعض. فهي طبعا بتتصدم، لكن في الوقت دوت بقى ابننا بيبعت لها رساله وبيقول لها انت فطرتي ولا ايه؟ فايه بقى بتشوف الرساله من هنا وبتقول لها هو انت بتوعدي واحد تاني دلوقتي؟ والمكتب كله طبعا بيسمع الكلام ده وبيروح يتلم عشان يشوفوا هو مين، وبيفضل يقولوا ايه الواد القمر ده هو جسمه حلو كده ليه؟ وبنتنا بتكون في نص هدومها وبتقول لهم اه طبعا بوعده. فايه بتقول لها طب كويس قوي جيبي بقى معاكي الفرح بتاعي. فهي بتقول لها فرحك ايه؟ فبتقول لها انا هتجوز بس كنت مكسوفه اقول لك بقى. في المكتب بيقولوا ان جون هينزل من امريكا علشان يحضر الفرح بتاعها، لكن ايه بتقول لها ولا يهمك تعالي الفرح بتاعي مع راجل ابو عضلات ده. فبنتنا بتقول لها اه ان شاء الله بقول له يعني. فبنتنا بقى بتروح لدهيون وبتقول له بقول لك ايه انا عايزه اخد اجازه كده كام يوم. فبيقول لها ليه؟ عشان بس حاسه بتعب، انت هتتعبي اكتر والتعب الجديد مش هيحسسك بالتعب القديم. فبتقول له طبعا مش علشان كده انا هاخد حقنه عشان تداوي الدهون. فابننا بيقول لها نعم حقنه ايه دي وانا موجود؟ فبتقول له اللي انا رحت اشتري فستان بس طلع الفستان صغير عليا حبتين يعني، بس برضه اشتريته عشان البسه في فرح صاحبتي علشان الاكس بقى اول ما يشوفني وانا لابساه قلبه يوجعه. لكن هو بيقول لها الحقنه اللي انت حاجزاها دي الغيها دلوقتي حالا انا هخليكي تلبسي الفستان. فبتقول له هو انت قد كلامك ده؟ فبيقول لها طبعا انا بقول لك هتلبسيه يعني هتلبسيه. فبتقول له قشطه انا من ايدك دي لايدك دي قول لي اعمل ايه وانا هعمله. يبدا بقى يخليها تجري من اول سيول لاخر سيول كده علشان تفقد الوزن. وهم بقى واقفين كده بعد ما خلصوا جري بتقول له انت اكيد هتغير لي حياتي انا واثقه فيك 180 درجه. وبالمناسبه الحلوه دي انا هوريك الفستان اللي انا هلبسه. هو يا عيني بيشوف الفستان من هنا وبيلاقي ان هو مش مقاسها خالص، فبيقول لها بقول لك ايه اجري تاني بقى. وبعدين بقى بيمشيها على نظام كده علشان تقدر تفقد الوزن في اقرب فرصه. المهم بقى بيكون في الوقت دوت وقت رقص الزومبا، وبتروح له بقى روز وبتقول لالكس بقول لك ايه قوم بقى كده معايا وروح علشان ترقصه. لكن اليكس بيقول لها انا اول مره اعمل الموضوع ده وانا خايف ومتوتر وما بيكونش عايز يروح خالص. لكن ابننا بقى بيجي في الوقت دوت المنقذ وبيقول لهم انا اللي هرقصه، وبيروح فعلا وهو كل حيويه كده وبيغني لهم تملي الصبح بجري بروح الجيم واجري اجمل هوا يدخل صدري والناس كلها نايمين. عذرا على بشاعه الصوت كده بس هي جت في دماغي اول ما كنت بتفرج على المشهد. وابننا بقى بيكون وحش جبار في الرقص، لكن بقى كلهم بيقعوا منه منهارين وهو بيكون مكمل عادي. ميران بقى وهي ماشيه في الشارع عماله تبص على كل المطاعم وبتراقب الناس وهي بتاكل، وهي بتتخيل نفسها بتاكل الاكل اللي هم بياكلوه ده، بس بتكون ماسكه نفسها عشان تلبس الفستان. وبتتخيل حبيبها وهو ماشي في الشارع وبيديلها اكل عشان تاكله، لكن بتلاقي ان البطل هو اللي في وشها. بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها انا كنت ماشي ولقيتك تعالي بقى يلا نكمل تمرين. وبنلاقيها فعلا ان هي بدات تتغير وبتبدا تتحرك وتمشي وما بتقعدش على الكرسي. وابننا بقى بيكون بيساعدها وهي الصراحه الاراده بتاعتها بتكون زي الفل. المهم بقى بتروح علشان تقيس اخيرا الفستان عشان تلبسه بقى في الفرح، وبتحاول تلبس الفستان لكن الصدمه بقى ان الفستان فعلا بيتلبس، فما بتكونش مصدقه نفسها وبتخرج بقى علشان تروح للبطل بتاعنا وتقول هو بيكون فرحان لها جدا الصراحه وبيقول لها برافو عليكي انت الصراحه كنت شاطره جدا. وبعدين بقى بتقول له يا بطلنا يا عسل انت تعالى معايا بقى الفرح. فهو بيقول لها اجي معاك اعمل ايه؟ فبتقول له كاني رايحه الجيم مثلا انا عايزاك تيجي معايا عشان دي خطوه مهمه في حياتي. فابننا طبعا بيكون فرحان جدا بيها وبيقول لها خلاص تمام. تاني يوم بقى بنشوفهم وهم في كامل اناقتهم كده وداخلين هما الاثنين بقى الفرح، لكن ثانيه واحده كده البطل بيقول لها هو ايه الفستان اللي انت لابساه ده؟ مش الفستان اللي انت كنت جايبه امبارح. فبتقول له هو انا ما قلتلكش اختي خدت
خدت الفستان وهربت بيه مع حبيبها. فبيقولها بس الفستان ده ضيق جدا عليكي، مش زي الفستان بتاع امبارح، ده اضيق منه، وانا شايفك كويس جدا دلوقتي وانت مش قادره تاخدي نفسك حتى. فبتقول له اعمل ايه بس، سيرني كده وعشان نخلص اليوم. بيقولها حالك ده مش عاجبني، اول ما نروح هناك هنعمل بقى تمارين الفخذ والصدر. فاللي بيكون سامعهم في الوقت ده هو المدير بتاعها، واللي بيفتكر ان هم بيتكلموا في حاجه تانية خالص. فطبعا بيتكسف جدا وبياخد بعضه وبيمشي، لكن بقى الموظفين بيكونوا هيروحوا وراه بس بنتنا بتنادي عليهم. فبيروحوا بقى وبيسلموا على ميران وبيقولها طب ما تعرفينا على حبيبك الحلو ده. هيون بقى كان لسه يقول لهم انا مش حبيبها يا جماعه، لكن بقى بيلاقي ان بنتها بتمسك في ايده وبتقول لهم طبعا ده حبيبي جامد جدا ومفيش زيه. وهم بقى بيخشوا من هنا والبطل بتاعنا لسه يتكلم، فبتقول له بقول لك ايه، انا كنت مرتبكه بس شويه عشان كده قلت لهم اللي انت حبيبي. بس ابننا بقى بيمسك ايديها وبيحطها على عضلاته وبيقول لها خلاص خلينا نمثل بقى. وهم ماشيين بقى بيكون الاكس في وشها، فبتيجي عشان تهرب لكن البطل بتاعنا بيقول لها ابدا روحي وواجهيه. بتروح فعلا وبتسلم عليه، وهو بقى اول ما بيشوفها بيكون منبهر قد ايه هي حلوه وجسمها حلو جدا دلوقتي. فبتقول له انا ما قلتلكش اللي انا بدات في التمرين ولا ايه. وفي الوقت دوت النور بيطفي علشان العرسان بيكونوا داخلين، لكن العريس اول ما بيشوف بنتنا كده بيقول لها بالتوفيق وبيمشي وهو مستغرب، بس ما بتكونش فاهمه حاجه وبتبص كده بتلاقي ان في واحده حاطه ايديها على عين ابنها علشان ما يشوفش الكلام. فبتقول كلام ايه، وبتيجي تبص كده على الفستان بتاعها بتلاقي المكتوب جمله ما ينفعش اقولها الصراحه، وهي بتاخد الصدمه من هنا لان هي ما كانتش عارفه ان الفستان بتاع اختها بينور في الضلمه. وجون بقى اول ما بيشوف الكلام المكتوب ده بيبص لها بقرف وبيمشي وبيسيبها. فبنتنا بقى بتقعد من الاحراج لكن الفستان بيتقطع من ورا، ولسه هتصيح بتلاقي ان ابننا بقى جه وقلع الجاكيت وغطاها بيه، بيقول لها كده بحركه رومانسيه يلا نمشي من هنا. بس بنكتشف بقى ان هو قبل ما يروح معاها الفرح بيكون بيغير في كذا قميص من القمصان بتاعته علشان يشوف هيلبس ايه، بس القميص اللي هو اختاره بيكون ضيق حبتين فبيتقطع منه اصلا. فيا عيني هو ستر البنت من هنا بس نسي يستر نفسه. وبكده بقى بيكون الجزء الاول من مسلسلنا خلص. ايه رايكم فيه؟ ولو عجبتكم بقى الحلقه دوسوا لايك واشتركوا في القناه وخليكم دايما متابعين كوري في السريع علشان كل جديد نجيبه لكم في السريع. وسلام.